لحظة، وقف شوي. مدرب الأردن في ورطة حقيقية قبل ديربي النشامة والأخضر؟ يزن النعيمات مصاب؟ التعمري برا التشكيلة؟ والمدرب يطلب طلب غريب من الحكم؟ وش السالفة يا جماعة؟ وش اللي قاعد يصير في كواليس هالمباراة المجنونة؟ تعالوا أعطيكم العلم الأكيد. يا هلا والله بالشباب، خلوني أسرد لكم القصة من طقطق لسلام عليكم. جمال السلامي مدرب النشامة طلع في المؤتمر الصحفي وكلامه كان صريح وما فيه لف ودوران. الرجال كأنه داخل معركة وهو فاقد أهم أسلحته. قالها بالفم المليان: نعم، وضعنا صعب وعندنا غيابات تكسر الظهر. تخيلوا يا الربع، يزن النعيمات اللي شايل هجوم المنتخب طلع مصاب بغضروف الركبة من مباراة العراق وما كمل حتى ربع ساعة. ومو بس كذا، حتى موسى التعمري مو جاهز. يعني حرفياً القوة الضاربة للنشامة في مهب الريح. بس دقيقة، هنا يجي الكلام اللي يبرد القلب. السلامي رغم كل هالظروف طلع وقال جملة للتاريخ: صحيح ناقصين، بس طموحنا ما ينقص وحنا عيوننا على النهائي. يعني الرجال باختصار يقول: ما عندنا أعذار وبنلعب بروح قتالية لو مين ما كان غايب. كفو والله. بس تدرون وش اللي لفت انتباهي؟ المدرب رمى كلمة كذا، قال: أبي تحكيم عادل بالمباراة. وش يقصد؟ يعني خايف من الصافرة؟ ولا يبي يوصل رسالة مبطنة؟ الزبدة إن السالفة فيها الحين السؤال اللي يدور براس كل واحد فيكم: هل النشامة بيقدرون يصمدون بدون نجومهم ويسوون المفاجأة؟ ولا صقورنا الخضر بيستغلون الفرصة وياكلون الجو ويتأهلون للنهائي؟ المباراة الليلة مولعة نار، والملعب هو الحكم. لا تنسى تضغط لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان بكرة بنحلل كل اللي صار. ومن الحين أقولكم بتصير علوم ما تتفوت. نشوفكم على خير، في معنى الله.